عارفة، بس هو العيد عبارة عن فرح، لازم يبقى فيه يعني فرح للناس. طب انت شايف ليه بيبقى فيه افراح كتير في العيد؟ بتبقى الناس اجازات واخدين بعض يعني اجازات. هو العيد بيبقى معروف ان هو معظم الشعب المصري طبعا باستثناء الناس اللي ما عندهاش اجازات بيبقى معظمهم اجازات. فانت بالتالي بتحاول تعمل الفرح في الايام اللي موجود فيها اجازه لجميع الافراد. في تميز في العيد دايما عن اي يوم او اي شهر مختلف. العيد ليه ميزه احلى، يعني تبقى الناس متجمعه، الناس ليها وقت فاضي ان هي تنزل. يعني لو حتى لو دعيت اي حد مش هيعترض، يعني مش هيبقى عنده حاجه توقفه ان هو اجازه وعيد والناس كلها بتنزل. العيد ليه فيه افراح كتير؟ عشان هو يعني بعد ما بيخلص رمضان الناس كلها بتفرح مع بعض. عشان هو بيبقى فيه اجازات، الناس بتبقى واخده اجازات من شغلها، وغير كده بيبقى يعني بياخد اجازه العيد وبياخد اجازه بعد العيد، بحيث ان هو يقدر يستجم في الجواز براحته. وبس. فهو العيد حاجات كبيره، حاجات مميزه جدا يعني. ليه العيد بيبقى فيه افراح كتير؟ او موسم اصل رمضان اجازه للحبيبه والمخطوبين واللي عايزين يتجوزوا وعلى عش الحب وتطير يا حمام، عارفه؟ مفيش في رمضان، فيبقى بعد رمضان.